بلاش البايو التقليدي الممل، استخدم لغه قريبه من الناس، عرف نفسك بوضوح ووضح انت بتساعد مين. اخصائي نفس ومتخصص في العلاج السلوكي المعرفي وحاصل على ماجستير في علم النفس الاكلينيكي، وبعد شهرين مفيش اي تفاعل والاكونت محدش بيسال عنه. الناس ما بتهتمش بالالقاب العلميه بس، لازم البايو بتاعك يكون حاجه سهله الناس الطبيعيه والعاديه تفهمها. ازاي بقى تكتب بايو احترافي يشد الناس؟ رقم واحد، عرف نفسك ببساطه وفي نفس الوقت بوضوح. ما تقولش كلام عام بقى زي ان انت اخصائي نفس وتسكت على كده، خليها واضحه، زي مثلا انك بتساعد الناس تتعامل مع القلق والتوتر باساليب علميه وعمليه، او بتواجه ضغوط نفسيه ومحتاج حد يفهمك، انا هنا علشان اساعدك. رقم اتنين، وضح انت بتساعد مين. انت بتساعد المراهقين، الازواج، الناس اللي عندها قلق ولا الناس اللي عندها اكتئاب؟ وضح ده عشان الناس تبدا تعرف ان انت الصح ليهم ولا لا. رقم ثلاثة، حط بصمه شخصيه ليك في البايو بتاعك. ما تخليش البايو رسمي بزياده، خلي فيه جزء كده من شخصيتك، خلي حاجه تعبر عنك انت شخصيا. رقم أربعة، استخدم لغه قريبه من الجمهور، ما تكتبش كلام معقد او علمي بزياده، خليك بسيط وواضح. رقم خمسة، بنسميه CTA، الكول تو اكشن. قول للناس يعملوا ايه بعد ما يشوفوا البروفايل بتاعك، زي تابعني علشان تعرف اكتر عن صحتك النفسيه، احجز جلستك من هنا وتبدا تحط اللينك.